السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني دلوقتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا جدا، وما افتكرش ان هي منتشرة كتير، بس ان شاء الله لو جربتوها بطريقتي دي هتعجبكم جدا. هي اكلة صعيدية تقريبا. انا بصراحة معرفش هي بلدها ايه، بس هي عجبتني جدا جدا، وانا بقالي فترة بعملها، واكلة حلوة جدا ومكوناتها بسيطة. يلا بينا نشوف الاكلة بتاعتنا مكوناتها عبارة عن ايه. زي ما انتوا شايفين المكونات سهلة وبسيطة جدا واقتصادية جدا جدا جدا، وكمان تغيير يا جماعة، مش كل يوم لحمة وفراخ. اول حاجة معايا كوباية هنا من العدس، ومعايا كوباية من البامية. ايوه البامية قطعتها زي ما انتوا شايفين كده دوائر صغيرة، اي حجم عندك، فروزن بامية فريش، اي حاجة الموجود. ومعايا كمان بصلاية متوسطة، ومعايا طماطماية مكعبات، ومعايا قرنين فلفل، ومعايا كمان كام فص من الثوم. في حلة على النار هنزل بمعلقة كبيرة كده حلوة من السمنة، حابين بقى سمنة بلدي، سمنة معلبات، اللي يريحكم. بس زي ما قلت لكم السمنة براحتكم يعني. ومعايا بقى كوباية العدس. انا هنا العدس كنت غسلاه كويس جدا جدا اكتر من مرة وسبته يتصفى. هبتدي بقى اشوح العدس كده في السمنة. تابعوا الخطوات عشان تاكلوا اكلة حلوة جدا جدا، وهتعجبكم ان شاء الله، انا متأكدة ان شاء الله يعني. هقلب بقى العدس بتاعنا كده، شوحه في السمنة، وبعد كده هنزل بالبصلايه اللي قلنا عليها. هبتدي اشوح شوية كده، انا عايزة العدس يتشوح مع البصل في السمنة كويس جدا. اهو كده تمام. اهو هنكمل تشويح كده، وبعدين هنزل بالطماطمايه. تقدري تحطي صلصة في المرحلة دي لو ما عندكيش طماطم، بس انا بحبها بالطماطم الفريش الحقيقة، بتبقى حلوة جدا، بس ليكي مطلق الحرية لو عندك ده او ده، مش هيقول لا يعني. قلبت هنا كده زي ما انتوا شايفين شوية، وبعدين هنزل بفصين من الثوم، وهكمل تشويح مع بعض. هي اكله على فكره ما بتاخدش وقت خالص، بس علشان التصوير وكده، بس في الحقيقه اي ست بيت تعملها على طول وما بتاخدش وقت يعني، بس انا بحاول يعني ابسط لكم الخطوات على قد ما اقدر. هبتدي بقى اقلب كده كل المكونات مع بعض، وهحط قرنين فلفل كده حار يظبطوا لي الدنيا. قلبتهم كويس جدا مع بعض، كل حاجة كده اتغلفت كده بالسمنة وبقت حلوة جدا. هبتدي دلوقتي انزل بكوباية كده كبيرة من الشوربة. عندك بقى شوربة اوكي جاهزة، ما عندكيش تقدري تحطي مية سخنة ونظبط الحياء بتاعنا عادي جدا. هسيبها بقى تغلي غلوتين كده مع بعض، كأنك بتعملي عدس عادي يا جماعة، يعني احنا ايه، كأننا بنعمل العدس عادي. التوابل بتاعتنا بسيطة جدا، معلقة صغيرة كمون، رشة بسيطة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكزبرة، وكمان مكعب ماجي ده اختياري، ونظبط الملح بقى بتاعنا. طبعا الحقيقة على حسب تذوق حضرتك للأكل. هقلبه بقى شوية كده، واسيبهم ايه مع بعض، ياخدوا مع بعض كده ويدوا مع بعض، وبعد كده نرجع نشوف بقى هنعمل ايه. هنا خلاص العدس بتاعي قرب يستوي تقريبا 90%. هبتدي بقى اديله ضربتين كده بالهاند بلندر، بس خلي بالكم لو بتعملوا في حلل يا جماعه جرانيت او تيفال او كده، يعني ما توصلوش الهاند بلندر للاخر، والكلام ده للعرايس الجداد. ضربت كده العدس بتاعي. هبتدي دلوقتي انزل بكوبايه الباميه المتقطعه اللي قلتلكوا عليها. طبعا كتير قوي هيستغرب دلوقتي وهيقول ايه يا جماعه ده، ايه اللي جاب الباميه للعدس؟ جربوا يا جماعه، والنتيجه في الاخر هي اللي هتحكم.
هسيبهم بقى يغلوا شويه مع بعض كده حلوين. وبعدين اول ما احس ان الباميه قربت داخله على سوا، هبتدي كده باي مضرب او شوكه عادي، وابتدي ان انا افكها شويه كده. انا مش عايزه الباميه تتهري خالص، يعني مش عايزاها تتضرب خالص، انا عايزاها تبقى فيها قطع باميه في العدس نفسه. اهو شايفين ده القوام اللي احنا عايزينه بالظبط، حاجه في منتهى الجمال كده. خلاص تمام، يلا بقى نعمل بينا احلى طشه لحله العدس بالباميه الخطيره دي. معلقه سمنه كبيره في طاسه، معلقه سمنه، وبعد كده هنزل بكام فص من الثوم، بس السمنه تدوب بس معايا الاول. وبعدين بقى هنزل زي ما انتم شايفين كام فص من الثوم، وكام قرن فلفل من الفلفل الحار الصغير ده، مش حابين طبعا بلاش، يعني زي ما تحبوا. ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه. عايزه اقول لكم التلاتة مع بعض ريحتهم خطيره، حلوه جدا جدا جدا. هبتدي بقى كده اقلبهم مع بعض. يا ريتكم هنا يا جماعه كنتوا شميتوا احلى ريحه في الدنيا. كده خلاص تمام اوي، الطشه بتاعتي جاهزه. ويلا يا حلوين، بسم الله، احلى حله عدس بالباميه تقدروا تاكلوها، خطيره في منتهى الجمال. وب100 جنيه عيش بقى. وقولوا لي رايكم في الكومنتات بعد كده. اتمنى الفيديو بتاعي لو عجبكم ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وكومنت جميل زيكم، ويا رب ان شاء الله الاكله تعجبكم، واتمنى تجربوها. الشتاء جايه وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.